مات ابن صغير لأبي الحسن التهامي، فاشتد وجده عليه، فأنشأ يرثيه قائلا في أبيات هي من أعظم ما قيل في الرثاء ولا تزال محفوظة تردد إلى يومنا هذا. قال رحمه الله: حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قرار، بينا يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقداء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار، وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هار، العيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال سار، فاقضوا مآربكم عجالا إنما أعماركم سفر من الأسفار، وتراكضوا خيل الشباب وبادروا أن تسترد فإنهن عواري، فالدهر يخدع بالمنى ويغص إن هنى ويهدم ما بنى ببواري، ليس الزمان وإن حرصت مسالما خلق الزمان عداوة الأحرار، إني وترت بصارم ذي رونق أعددته لطلابة الأوتار، يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار، واستل من أقرانه ولداته كالمقلة استلت من الأشفار، فكأن قلبي قبره وكأنه في طيه سر من الأسرار، أبكيه ثم أقول معتذرا له وفقت حين تركت الأمدار، جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري، أشكو بعادك لي وأنت بموضع لولا الردى لسمعت فيه سراري، ولقد جريت كما جريت لغاية فبلغتها وأبوك في المضمار، فإذا نطقت فأنت أول منطقي وإذا سكت فأنت في إضماري، أخفي من البرحاء نارا مثل ما يخفي من النار الزناد الواري، وأخفض الزفرات وهي صواعد وأكفكف العبرات وهي جواري، وأكف نيران الأسى ولربما غلب التصبر فارتمت بشراري، ولربما اعتضد الحليم بجاهل لا خير في يمنى بغير يسار. فيقال إن أبا الحسن التهامي لما مات رؤي في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي بقولي في قصيدتي عن ولدي: جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري.